ونروح على شهر 5 معانا فيلم فرح. ماشي، الفيلم ده في ناس كتير أوي بتحبوش وفي ناس كتير بتحبه. انا عامة طبعا الناس اللي ما بتحبوش، معرفش ليه، محدش يقول لي ليه. فيلم كوميدي نوعا ما، من اخراج اكرم فريد، وده كان اول فيلم يخرجه اصلا. بعد كده عمل شوية افلام روعة زي حاحة وتفاحة، عمر وسلمى، ايظنه، افلام تانية جامدة كتير. والفيلم بطولة احمد هارون ومي عز الدين، والطفلة اللي كان اسمها فرح اسمها الحقيقي نور احسان، وهي تبقى بنت الممثل احسان ترك. ونروح على شهر 6، والشهر ده معانا فيلمين: فيلم حبك نار وفيلم تيتو. تيتو طبعا ديت عظمة من عظمات أحمد السقا وعلى دماغي من فوق. هنتكلم على الفيلم حبك نار. فيلم حبك نار هو فيلم رومانسي درامي أكشن شوية، في يعني ممكن يكون سنة كوميديا. الفيلم ده من إخراج إيهاب راضي وبطولة مصطفى قمر